في ناس حاسة إن عندها مسؤولية إن هي تشيل كل حاجة حواليها حتى من غير ما يطلب منها. يقول لك أشيل الأول وأبقى أفكر بعدين. اللي بيحصل لما بعدين ده بيجي، أنت أوريدي بتكون شلت فوق طاقتك وبتكون اتحرقت. لما أنت بتشيل كل حاجة وبتاخد مسؤولية كل حاجة حواليك، أنت مش بس بتعطل الشغل لأن أنت بتكون اتحرقت، أنت كمان بتاخد مسؤوليات الناس اللي حواليك. فانت بتغذي فيهم حته ان انت لا، انت مش لازم تعمل المسؤوليه دي، انا اللي هعملها. بتغذي فيهم حته ان هم يبعدوا عن مسؤولياتهم، ده بانك بتاخدها وانت اللي بتعملها لهم. الكلام ده ينطبق على علاقه شغل. لو في شخص معين ريسبونسبل، مسؤول، حاسس ان هو كل تاسك او كل حاجه بيعملها دي مسؤوليتي انا، يفضل ياخد شغل 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 والناس اللي حواليه يرموا عليه الشغل، وهو انا هعمله فبيتحرق، والناس اللي حواليه بيتعودوا ان هم بيرموا شغلهم كله عليه فما بيعملوش حاجه. وده ينطبق على العلاقات الشخصيه، سواء في البيت او سواء علاقاتك الشخصيه بره مع حد. فاعرف امتى توقف وامتى تديليجيت، تدي مسؤوليه معينه لشخص تاني، وامتى تبقى فاهم ان الشخص ده دي مسؤوليته هو لازم يعملها حتى لو ما اتعملتش بالشكل اللي يرضيك انت، بس اهم حاجه ان الشخص ده يبقى بيعمل مسؤولياته. فاعرف امتى توقف عشان ما تحرقش نفسك في النص وتبقى قادر تكمل.